السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. منورين فيديو جديد بخصوص اوبر والتي في دي اي. وفي خبر مش حلو، وانا مش حابب اقول خبر مش حلو، ولكن زي ما بقول لكم الاخبار الحلوة لازم اقول لكم على خبر مش حلو عشان تحرص منه وتعمل حسابك عليه، مش عشان ان انا اقول لك على خبر وحش فعقدك فحطمك في بتاع. لا، يعني انا بقول لك على الخبر الوحش لان انت محتاجه عشان تقدر تعدل الطريق بتاعك يعني. هو في قرار جديد معمول لسه بداية الشهر ده. انا اتأكدت من الموضوع يعني، ورحت وسألت واتصلت بحوالي 10 مكاتب وكده يعني. فلقيت ان هم نزلوا قرار جديد AMT، والناس اللي ما بتعرفش البرتغال هتبقى فيه أزمة بالنسبة لها في موضوع ان هم يعملوا اوبر، مش زي الاول. اي حد ممكن يعمله يعني، هيبقى فيه مشكلة ان هو يعمل اوبر. الناس اللي ما بتعرفش تقرا برتغالي، يعني الناس ما بتعرفش تكتب برتغالي، هيبقى فيه مشكلة في الموضوع ده. لو مهتم كمل معايا الفيديو. هستأذنكم ما تنسوناش بالاشتراك وتفعيل زر الجرس. اي حد محتاج اي حاجة يكتب لي في الكومنتات بعد الفيديو ان شاء الله. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. منورين. انا ما كنتش عايز اعمل الفيديو ده لانه خبر مش حلو يعني بالنسبة للناس اللي عايزين يعملوا اوبر، تحديدا اوبر توصيل الاشخاص، يعني اللي هي عربية، اللي هي TVDA. مش بتاع الاكل، مش اوبر توصيل الطلبات الاكل، اوبر توصيل الاشخاص. هو في مشكلة حصلت دلوقتي ان انت بيبقى معاك الاقامة وبيبقى معاك الرخصة الليسن، وبتحتاج تعدل الليسن، تعمل تروح تعمل TVDA عشان تقدر تعدل الرخصة فتبدأ تسوق اوبر يعني. تمام، او تسوق تاكسي ايا كان يعني. فدلوقتي عاملين حاجة لسه متنفذة الشهر ده، بداية مش عارف من حوالي اسبوع او حاجة بالظبط يعني، اول يناير اللي احنا فيه ده. تمام. فعاملين حاجة ان هو كان الاول لما انت بتروح تعمل الاختبار بتاع الTVD، كنت بتروح لأي مكتب او اي مركز تدريب بتاع اختبارات الTVD، فيعمل لك الاختبار ويعمل لك الامتحان عنده، ويعمل لك الكشف والحاجات دي كلها كانت بتبقى عن طريق المكتب بتاع TVDA. دلوقتي AMT اللي هو المكتب الحكومي اللي مطلع لك اصلا الرخصة اللي هي الليسن، دلوقتي بقى تدخل في الموضوع، وبقى من شرط اساسي عنده. الكلام ده لسه عارفه امبارح. تمام. بقى من شرط اساسي عنده ان انت عشان تعمل الاختبار بتقدم ايوه في TVDA المكان بتاع التدريب، ولكن في اختبار اخير لازم تروح تعمله في AMT، وده الاصعب. اللي في TVDA امره سهل يعني، الامور بتعدي والدنيا سهله وبتاع، ولو انت ما بتعرفش برتغالي بتترجم امورك وبتعدي الدنيا يعني. تمام. عشان كده هتلاقي كتير جدا هنود وعرب وبتاع شغالين اوبر وما يعرفش يتكلم برتغالي ولا يعرف ولا كلمه يعني. فهي المشكله ان AMT تدخلت في الموضوع، معرفش بقى لانها عايزه تعمل حد للموضوع، او عايزه تقلص الامر يعني، او ايه، على الناس بس اللي بتتكلم برتغالي. فبقى عندهم اختبار 30 سؤال. ده اللي انا عرفته من على الموقع الرسمي تبع AMT يعني. انا جبته قريته وعرفت الموضوع، ورحت عشان اشوف المعلومة فعلا من مكاتب TVDA، واتصلت والله باكتر من حوالي 10 مكاتب، حوالي 10 مكاتب النهاردة وامبارح، عشان اتأكد قالوا القرار مشي على كل المكاتب يعني. فانت هتروح بعد ما تعمل موضوع TVDA هتروح AMT عشان تعدل الرخصة، فهتدخل اختبار، والاختبار بيكون 30 سؤال، والمشكلة ان انت لازم تجاوب على 27 سؤال صح من ال30 يعني. تخيل الموضوع. والمشكلة الاكبر ان هو برتغالي. المشكلة بقى ان الصورة اللي قدامك، انا بكلم الناس اللي ما بتعرفش برتغالي ولسه على الله حكايتها يعني. احنا كان نفس النظام على الله حكايتنا، ولكن وما زلنا على الله حكايتنا يعني. احنا مش محترفين يعني، ولكن بنتعامل.
ولكن برضه هتلاقي صعاب في الموضوع. اذا كان الاختبار بتاع السواقه ده عندنا في بلادنا بيكون بالعربي وبيكون صعب، ولو في دول عربية تانية يعني في الإمارات أو أيا كان يعني لما أنا كنت هناك أو كلام ساعات بيعملوه بالإنجليزي فبنعدي منه بيكون صعب ولكن بتعدي. فتخيل يعملوه بالبرتغالي بلغة أصلا أنت مش فاهمها قوي، يعني إذا كان قدرتك A1 ولا A2 ولا أيا كان، أو أصلا ما عندكش برتغالي خالص فأكيد هتسقط يعني. فهي الفكرة كلها ان طبعا الموضوع ده هيعطل ناس كتير انها تشتغل. انا مش حابب والله اقول الخبر ده اصلا ولا حابب اعمل الفيديو ده، بس كان لازم اعمله عشان اقول لكم على الموضوع الجديد، يعني عشان الناس اللي متحمسة. انا شايف ناس كتير متحمسة ان هي مش حابة تشتغل عند حد وحابين يعملوا مشاريع لوحدهم، وده من افضل المشاريع اللي تعملها لوحدك، ولكن بقى في معاناة دلوقتي في صعاب. انا ما بحبش اقول المشاكل، بحب دايما اقول الايجابيات عشان الناس تتحفز وتشتغل وبتاع، ولكن لازم اقول لك المشكلة والحاجة الحلوة والحاجة الوحشة برضه عشان ما بقاش بضحك عليك وبضللك يعني. فلازم تجاوب على 27 سؤال. وصراحة بعض المكاتب قالت ان الاسئلة بتكون سكريفي، اللي هي تكتب، حتى تكتب بالبرتغالي، فمش بس قراية، ده انت هتكتب. فهي الفكرة بقى دلوقتي ان انت بس مش مجرد اختيارات، انت يعني مش مجرد قدامك سؤال فالاختيارات بتاعته، ودي هتكون صعبة كمان على فكرة، يعني مش انت مش فاكر انها تبقى بالعربي ولا بالانجليزي ولا بتاع، فهيبقى حطيت لك السؤال انجليزي فهتفهمه فترد على الاختيارات اللي انت اصلا فاهمها. لا، هو الموضوع ان انت اصلا مش فاهم السؤال، انت شايف صورة فاهمها ولكن السؤال انت مش فاهمه، هو عايز الاجابة. ساعات بيقول لك قول لي الاجابة الاكثر احتمالا، وساعات بيقول لك قول لي الاجابة المحتملة اللي انت هتعملها، اللي هي يعني ساعات بيجيب لك سؤال عكسي، فاهم؟ اللي هو مش فاهم اقولها لكم ازاي. يقول لك قول لي مثلا الصورة اللي انت شايفها دي فيها عربية مثلا، الصورة دي انهي اجابة من الاربع اجابات مثلا، الاربع اختيارات، انهي واحدة مستبعدة؟ تمام. فانت بالذكاء كده، لو انت سريع البديهة وبترد بسرعة، ما بتحبش تستقبل المعلومة، هتبقى من النوع اللي بيقع في المطب. هتيجي تجاوب هتروح ايه، مجاوب على حاجة طبيعية اللي هي الحاجة البديهية اللي هي المعروفة، ان مثلا العربية دي بتمشي على اليمين. هو مثلا ممكن يقول لك العربية بتمشي على اليمين ولا في طريقها، ولا بتمشي على طول، ولا بتدخل شمال مقابل الحارة اللي في وشك. فممكن يقول لك قول لي الإجابة المستبعدة اللي هي بتدخل شمال في الحارة اللي في وشك، فاهم؟ يعني ساعات بيسأل أسئلة كده، يعني أنا مريت بموضوع الاختبارات دي في مصر وفي الإمارات فبتبقى كده في أسئلة اللي هي عكسية يعني. فأنت هتفهم إزاي ده برتغالي؟ هي دي المشكلة. فبقى الموضوع معقد يعني. ولو فهمت السؤال مش هتعرف الإجابة، يعني لو فهمت الإجابة مش هتعرف السؤال. لو عرفت تجمع كلمتين تلاتة ما انتش عارف ده هو بيسأل على العربية ولا على العلامة ولا على الطريق ولا على اللي مقابلك ولا على ايه بالظبط السؤال تحديدا. يعني بالنسبة للناس اللي ما تعرفش برتغالي خالص فديك أزمة كبيرة يعني. والله ما كنت حابب اعمل الفيديو بس يعني فمش عارف الناس لسه ما فيش حد عمل الاختبار حاليا، ولا في حد يعني. كل اللي عمل الاختبارات الفترة اللي فاتت، الشهر اللي فات كله خلص بالنظام القديم اللي هو بيروح TVDA بيعمل الاختبارات كلها هناك وبيمشي اموره وبيترجم لو هو مش فاهم وبتاع، بيعدي الدنيا تمام. دلوقتي بقى الموضوع صعب بس ما حدش اعرفه مر بالاختبارات. فمعنى كده ان المكاتب برضو بتاعة TVDA اللي بتقول لي ان هو الاختبار كتابة مش متأكدين، حتى هم بيقولوا لي مش متأكدين هو اختبار كتابة ولا لا. انا شفت الصفحة الرسمية بتاعة AMT، شفت ال الكلام، هنزل لكم الصورة فيما معناه يعني. مش عارف انا موجودة عندي ولا لا، عايز اقول لكم ثانية واحدة اشوف على التليفون التاني. فيما معناه للأسف مش عندي على التليفون. اوكي مش موجود والله، كنت مصور بس على التليفون اللي انا فاتح منه. المهم يعني فيما معناه ان هو في ناس من المكاتب دي بتقول ان هو هيبقى اختبار سكريف يعني هيبقى كتابة، وفي ناس بتقول اختبار اختيارات. في تلك الحالتين اذا كان فالأصعبهم هو الكتابة السكريف.
الاسهلهم اللي هو الاختيارات. انت هتحاول تختار حتى لو معرفتش تكتب، هتختار اي حاجه، ما هتسقط انا عارف يعني. مش هتجاوب على 27 سؤال كتير يعني. 27 سؤال من 30 بس 3 اسئله تجاوبهم غلط، فالموضوع يعني كتير جدا يعني. كان الاول نسبه 59% في المكان الموضوع في التي في دي اي كان 59%. دلوقتي بقى نسبة مفيش ده 100% كده يعني. بنسبة ان انت تجاوب على 27 سؤال، ده نسبة 100%. 3 اسئلة بس. فده من على الموقع بتاع MT. ما كنتش حابب اقول لكم والله الخبر، بس يعني كان لازم اقول لكم على الموضوع. وحاولت ابحث كتير ان انا احاول اشوف اي يعني مكاتب لسه شغالة بالنظام القديم، ما لقيتش، عشان احاول اوصل لكم المعلومة. كله اشتغل بالنظام الجديد، ده قانون يعني. ومفيش انجليزي، عشان الناس اللي بتسأل على اللي اختبار انجليزي سواء في القديم او في الجديد. مفيش انجليزي، مفيش امتحانات انجليزي. كل اللي عايز يعمل اوبر بيعمله بالبرتغالي. ولكن كان الاول سهل، ولكن دلوقتي بقى صعب. هحاول انزل لكم الفيديو اللي جاي كل ما هو جديد يعني، لان انا مهتم جدا بالموضوع ده للناس. واي حد محتاج حاجة يكتب لي في الكومنتات. اشوفكم على خير. سلام عليكم.